حاجه من الحاجات اللي بتيجي في دماغ كل الناس اول ما تسمع انك لازم تتعلم انجلش او لازم تاخد كورس، في ناس ما عندهاش الموهبه انها تحفظ كلمات او تحفظ قواعد، او هو في دماغه ان زي ايام المدرسه لازم يحفظ القاعده، فبيبتدي خايف تماما من فكره ان انا احفظ كلمات. موضوع الحفظ ده ناس كتيره جدا قابلتني في حياتي، انا ما بعرفش احفظ كلمات، ولا كان بيعرف يحفظ نصوص يعني في المدرسه، ولا كان بيعرف يحفظ صور قرآنيه في الدين. انا كده يعني انا هو مش بقول انا الشخص ده. الناس دي تعمل ايه عشان تتكلم انجلش؟ ما هو لازم يحفظ كلمات. طب بيعمل ايه؟ ولو يعني هنقول له تعالى خد كورس. تعالى بس اسالك سؤال. انت حفظت كم كلمه عربي عشان تتكلم عربي؟ ما اقدرش احصر طبعا. انت حفظتهم اصلا؟ يعني بابا قاعد جنبك وقال لك ده كرسي قول ورايا كرسي لا كرسي لا كرسي؟ ما حصلش. لا. ماما قالت لك ده مطبخ ده مطبخ قول مطبخ مطبخ مطبخ؟ لا خالص. ما حصلش. يعني اللي انت بتشوفه اصلا في المدرسه في التكرار وده كلب ضج والعواميد اللي احنا كنا بنعملها ايام الثانويه العامه ما شفتوش انت وانت بتتعلم لغتك الام. ما حصلش خالص. لا صح. طب انا لما اجي لك دلوقتي انا هعلمك انجلش واقول لك this is a table I put the cup on the table، فانت قلت معايا this is a table I put the cup on the table. لما اجي اسالك اقول لك what is this؟ it's a table. and what is that؟ cup. I put the cup on the table. خلصت. دي حفظ الكلمات. انا وانا باخد كورس يعني طريقه الحفظ بتاعت زمان دي هي اللي كانت مكرهانا في الموضوع. بالظبط. هو ما فيش حاجه اسمها حفظ. جداول وصف كده كلمات احفظ دول، هو ده اللي كان. اللغه ما بتتحفظش. انا لما بسافر اي دوله في اي حته في الدنيا ما حدش بيقف يقول لي this is the market and this is banana and when you buy something you do. لا، هو انت بتشوفه بتقلده زي ما انت عملت بالظبط وانت صغير. شفت ماما واقفه في المطبخ بتقطع بتعمل ايه يا ماما؟ بقطع بالسكينه. الحفظ بالاستماع او بالمشاهده بالممارسه. انا بشوف اللي باخده بيدخل دماغي بخرجه بطبقه. دخل دماغي وبطبقه. لا ارادي مني بالظبط كده. مخي بيعمل كده اوريدي. هو مخي ربنا خالق مخنا ديزايند بانه بيعرف المهم من اللي مش مهم بالتكرار. يعني انا دلوقتي بروح الشغل كل يوم من الشارع ده، فانا عارف وانا ماشي بدل ما ببص في الارض الشارع فيه كام بلاعه وكام طوبه وفي رصيف من الجنبين ولا لا، والعربيات بتركن هنا صف اول ولا صف تاني، لان انا الطريق ده عارفه وحافظه. وساعات ببقى بلعب بالموبايل ورايح الشغل وانا اصلا مش باصص على الطريق. صحيح. لان انا رجلي حافظاه. مخي عرف انه مهم من التكرار فطلعه قدام في الذاكره، فبقيت انا كل يوم بعمله فبوصل شغلي على طول بشكل اوتوماتيك. لو جيت غيرت الشغل والشغل برضو جنب البيت بس هلف له من 3 شوارع تانيين، هفضل كام يوم مركز كويس جدا وانا رايح، لان انا عارف ان انا هتوه كتير لان اول مره او تاني مره لسه ما حفظتش. فمخي مش حافظ. مخي بيعرف الحاجه مهمه ولا لا بتكرارها. عشان كده احنا بنقول للناس اسمعوا كتير، لان كل ما الكلمات بتتكرر بتنزل على العقل اللاواعي، بعدين مخي بيعرف بالتكرار انها مهمه جدا فيطلعها على العقل الواعي، تبتدي تنزل على لسانك وتقولها بشكل تلقائي. مخنا بيشتغل عليها بمعنى دقيق. بالظبط كده. هي خلاص ما دام بقت في مدخلات عند مخنا بيبتدي يشتغل على المدخلات دي بالتكرار. طيب من المدخلات بقى عاوزين نتكلم على فكره ان دايما بنسمع ان يقول لك ايه، اتفرج على افلام انجلش، اسمع اغاني انجلش. طيب في فئه من مجتمعنا تمام وفئه مش قليله بتشوف ان لا، طب انا ليه اشوف افلام واسمع اغاني؟ دي حاجه لا، انا حرام، انا ليه اسمع اغاني؟ طب ده نقول له ممكن يسمع ايه؟ ممكن يعمل ايه لو هو شايف ان عنده غضاضه ان يسمع مسلسل او يشوف مسلسل او يسمع اغنيه؟ طب هيسمع ازاي اللغه اللي هو عاوز يتعلمها؟ اولا جزء الافلام ده في منه انيميشن تمام، اللي هو اصلا بيتكلم انجلش بسرعه قريبه من السرعه بتاعه الافلام العاديه. هي بتخاطب الاطفال فلهجتها بتبقى اهدى نوعا ما وما فيهاش الفاظ جارحه اصلا، لان هم بيحافظوا على براءه الاطفال الى حد ما زي حالتنا كده في الانيميشن موفيز بتاعتهم القديمه لحد مثلا من 5-6 سنين. بالظبط كده. فانا اقدر اتعلم بدل ما انا مش عايز ادخل في الجزء بتاع المحرمات الافلام والاغاني، يبقى اختار الانيميشن موفيز. عندي في فيديوز من تيد، في ابلكيشنز كتير زي في ابلكيشن اسمه All Ears English، هو اوديو، انت بتسمع اوديو وبتاخد منه كل اللي انت عايزه. اوديو فيه ايه؟ في ناس بتتناقش او في محاضرات مثلا او في بودكاست كتير عن موضوعات قصيره، اطول اوديو فيهم 11 دقيقه من 5 دقايق ل 11 دقيقه. ففي مصادر متنوعه ملهاش حصر. قنوات اليوتيوب بتاعه الاطفال وبتاعه المستوى المتوسط للانجليش زي انجلش سينج زي كوكو ميلون، حاجات كده كتير بتخاطب الاطفال اصلا، بيبقى فيها فيديوز فيها كلمات، فيديوز فيها جمل، فيديوز فيها محادثات بسيطه. فانا اقدر اتعلم
بشكل سهل جدا من مصادر كتير ملهاش علاقه بالجزء المحرم. يعني ملوش حجه، يعني انت مفيش حد ليه حجه دلوقتي. اغاني مش عاجباك، اوكي تمام، احنا معاك جدا، في بدائل تانية وبتأدي نفس اللي احنا عاوزينه. طبعا ممتاز جدا. ما هو دايما اللي بيعمل محتوى لما بينتشر بيدور على كل الفئات اللي محتاجه تتعلم يوفر لها ده ازاي، لان ده من مصلحته. انا لما انزل لك محتوى مناسب ليك وليه وليهم، فما فيش حد هيبعد عن المحتوى بتاعي. اللي شايف ان في حرمانيه هيشوف ده، والدنيا بالنسبه له قشطه هيشوف ده، والموضوع بالنسبه له صعب هيشوف ده، والدنيا بالنسبه له سهله هيشوف ده.